اللي حصل لإسلام ما كانش مجرد وقعة اعتداء، اللي حصل كان فضيحة إنسانية على مرأى ومسمع من بلد كاملة. في قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، شاب اسمه إسلام اتاخد من كونه إنسان وتحول مشهد إذلال كامل. خلع ملابسه غصب عنه، أجبر يلبس ملابس نسائية، اتحط على كرسي في نص الشارع والناس بتضحك بتصور بتتفرج ولا كأن اللي قدامهم بني آدم. الفيديو نزل والشارع المصري كله اتشل، غضب عارم، صدمة. سؤال واحد بيتكرر: إزاي ده يحصل؟ وإزاي في ناس شايفة وما تتكلمش؟ لكن اللي الناس ما كانتش تعرفه وقتها إن اللي جاي أقسى. الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة، القبض على 14 متهم. بعد ما كانوا مسكوا 5 العدد زاد والقضية دخلت النيابة. وهنا بدلت الحقيقة تاخد شكل تاني، مش روايات سوشيال ميديا، مش تعاطف أعمى، لكن وقائع رسمية. النيابة عامة استمعت لأقوال الفتاة رحمة وقالت كلام واضح وصريح: أنا رحت مع إسلام بإرادتي، مفيش خطف. الجملة دي لوحدها قلبت الموازين. وفي نفس الوقت النيابة قررت إرسال إسلام لمستشفى بنها العام علشان تقرير طبي رسمي يثبت حجم الإصابات اللي تعرض ليها. مش كلام، إصابات موثقة، علاج أكتر من 20 يوم. وبعدها المحكمة أحالت 6 متهمين في وقعة الخطف إلى جلسة 22 فبراير. واللي جاي كان تقيل. اتهامات النيابة كانت صادمة: خطف، احتجاز، هتك عرض بالقوة، تنمر، تعدي على الخصوصية، استعراض قوة، تهديد، اقتحام منزل، تصوير في أوضاع مخلة ونشرها، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص. مش تهمة ولا 2، دي قائمة جرائم. النيابة قالت إن المتهمين اقتحموا بيت المجني عليه، هددوه، أجبروه يلبس ملابس نسائية، طافوا بيه في الشارع تحت التهديد، خطفوه لمساكنهم واعتدوا عليه ضربا وهتكوا عرضه بالقوة. مشهد أقسى من أي خيال وأبشع من أي مسلسل هابط. والفيديو اللي انتشر ما كانش صدفة، كان جزء من العقاب، إذلال مقصود وتدمير سمعة متعمد. التحريات وشهادات العيان كشفت الدافع، مش شائعة، مش تخمين، علاقة عاطفية. الشاب تقدم للخطبة أكثر من مرة، قوبل بالرفض القاطع، والقرار كان: نمنعه، بس مش بالقانون، نمنعه بالفضيحة. وهنا لازم نقف، مش عشان نناقش علاقة ولا نوزن إخلاء ولا نحاكم نوايا، لكن نسأل السؤال الصح: من إمتى الشارع بقى محكمة؟ ومن إمتى الناس بقت قضاه وجلادين؟ ومن إمتى الفضيحة بقت عقوبة؟ حتى لو اختلفنا مع إسلام، حتى لو غلط، حتى لو العلاقة دي مرفوضة، ده كله ما يديش لأي حد الحق يكسر إنسان ويكرده من كرامته ويصوره ويضحك عليه. القانون موجود، والنيابة موجودة، والقضاء موجود. اللي حصل في ميت عاصم مش بس جريمة ضد إسلام، دي جريمة ضد فكرة الأمان نفسها، ضد أي شاب فاكر إنه لو غلط يتحاسب بالقانون مش بالفضيحة، ضد أي شايفة ابنها ممكن يتاخد وتقف عاجزة. صوت الأم لسه بيرن، أب مكسور وشاب مهما كان ما يستاهلش اللي حصل له. القضية دلوقتي في إيد العدالة، والعدالة لازم تقول كلمتها، بس الدور مش عليها لوحدها، الدور علينا كلنا، لأن اللي سكت كان شريك، واللي ضحك كان شريك، واللي صور كان شريك. النهاردة إسلام، بكرة اسم تاني، ونفس الكرسي ونفس الشارع، وساعتها مش هينفع نقول ما كنتش أعرف. قاعدين قالوا على الآلة يا فندم لو ما عملتناش اللي احنا عايزينه هموت لك أهلنا. لكن القصة ما قفلتش عند القبض على المتهمين، ولا عند قرارات النيابة، ولا حتى عند الغضب اللي ملأ السوشيال ميديا.
القصة أخدت منعطف أخطر لما إسلام نفسه قرر يطلع يتكلم. في اللحظة دي الناس كانت لسه شايفاه ضحية كاملة، أي كلمة كان ممكن تكسبه أكتر، وأي سكوت كان هيخليه واقف في مكان التعاطف. بس اللي حصل كان العكس. إسلام ما اختارش يدافع عن نفسه بالقانون، اختار يحكي. حكى عن العلاقة، قال إن بينهم قصة وإنها ما كانتش مجرد معرفة عابرة، وبعدين قال إنها راحت له شقته. الجملة دي لوحدها خلت ناس كتير تقف وتفكر، مش تهاجم لكن تتلخبط. لكن اللحظة الفاصلة كانت لما دخل في التفاصيل اللي بعدها. قال إنهم قعدوا في كافيه وبعدها قرروا يسافروا اسكندرية مع بعض. الجملة دي ما عدتش مرور الكرام. الجملة دي خلت ناس كتير تحس إن في خط أحمر اتكسر. هنا التعاطف بدأ يهتز، مش يقع، يهتز. وبعدين كمل، قال إن الفلوس خلصت في السفرية، وقال إن البنت هي اللي باعت موبايلها علشان تصرف. ناس قالت هو ليه بيحكي ده؟ هو مستفيد إيه من نشر تفاصيل تمس بنت الناس كانت شايفاها ضحية ظروف وأسرة؟ ناس تانية قالت اللي اتكسر قدام الناس ما ينفعش يطلع يكشف ستر غيره. ومن هنا الدفة بدأت تلف، بوستات اتغيرت، نبرة الكلام اختلفت. نفس الناس اللي كانت بتكتب حقك لازم يرجع بقت بتكتب إسلام ده إنسان مش صادق، وما اختلفش كتير عن اللي لبسوه بدلة رأس. وبعدين إسلام كمل، ويمكن من غير ما يقصد زود النار، لأنه ظهر إنه مركز في الترند والشهرة والمصلحة أكتر من إنه يجيب حقه. إسلام طلع يطلب شقة، وقال إنه بيحب البنت وعايز يتجوزها. وهنا حصل الانفجار الحقيقي. ناس شافت الكلام ده ضغط عاطفي، ناس شافته محاولة فرض أمر واقع، وناس شافته تمثيل، دور البطل في قصة معقدة أكتر بكتير من كده. الرأي العام اتقسم بحدة، نص لسه متمسك إن اللي حصل له جريمة وما ينفعش تتنسى مهما قال أو عمل، ونص تاني قال اللي بيطلع يحكي بالشكل ده ما ينفعش يتحط في صورة الضحية الكاملة. وفي وسط التقسيم ده إسلام وقع في المنطقة الرمادية، لا بقى بطل مطلق ولا مجرم، لكن شخص الناس بطلت تعرف تتعاطف معاه زي الأول. وهنا المأساة الحقيقية، مش إن الناس اختلفت عليه، لكن إن الجريمة نفسها بدأت تتزحق من الصورة. الشارع نسي الإذلال، نسي بدلة الرأس، نسي الكرسي، نسي السحل، وبقى ماسك في الكلام وفي التفاصيل وفي الأحكام الأخلاقية. وده أخطر حاجة حصلت في القصة كلها، إن ضحية تتحاكم اجتماعياً عشان كلامها وتنسى الناس اللي عملوه فيها بإيديهم. القصة دي بتقول حاجة مرعبة، إن التعاطف في زمن السوشيال ميديا مش ثابت، مش عادل، ومش مضمون. النهاردة الناس معاك، بكرة عليك، وبعده ولا حد فاكر الجريمة أصلاً. لكن اللي لازم يفضل ثابت ومهما الدنيا اتقلبت عليه، إن اللي حصل لإسلام كان جريمة مكتملة الأركان، مش علاقة، مش قصة حب، مش خلاف عائلي، جريمة، واللي ما تحسبش عليها صح هتتكرر. النهاردة إسلام اتقلبوا عليه، امبارح كانوا بيدافعوا عنه، وبكرة الدور على حد تاني، ونفس الشارع ونفس الكاميرات ونفس الصمت. اشترك في القناة واكتب تعليق تقول فيه رأيك، إسلام ضحية ولا بيجري ورا الترند؟